الفيديو اللي قبل اللي فات احنا اتكلمنا عن عادات تخلي اليوم بتاعك احسن. الفيديو ده بقى احنا هنتكلم عن العادات اللي تخلي نومك احسن وبالتبعية ده هيخلي يومك احسن. فتعال ندخل في الموضوع بتاعنا، والمرة دي انا هكلمك عن 5 عادات لو عملتهم كل يوم قبل ما تنام انت هتنام نوم مريح، هتنام نوم يعني يخليك قايم فايق لليوم اللي بعده، وفي نفس الوقت هتاخد يعني فايدتك من النوم كاملة، لدرجة ان انت ممكن تكتفي بعدد ساعات نوم اقل، يعني ممكن تنام 4 ساعات ولا حاجة وتقوم فايق عادي جدا. فهقول لك عن 5 عادات وهديك نقطة بونص، يعني هقول لك على نقطة كده كمان ستة في آخر الفيديو. النقطة دي مهمة جدا وناس كتير ما بتاخدش بالها منها، فكمل معايا الفيديو للآخر وتعال ندخل في الموضوع بتاعنا. طبعا حضرتك كل يوم قبل ما بتنام بتمسك الموبايل بتاعك وتقعد بقى تفر في الفيس والانستجرام والحاجات الجميلة دي كلها، او تقعد تعمل شات ايا كان اللي انت بتعمله. ويعني انت بتعمل كوارث بالموضوع ده، هنعرف كمان شوية ليه. بس يعني انت بتعمل كوارث لان انت اولا انت ضيعت وقتك، ثانيا انت النور الازرق ده هيأذيك في جودة نومك، ثالثا انت يعني افكار سلبية كتير، يعني سلبيات السوشيال ميديا اكتر بكتير من ايجابياته. فيعني عملت مصايب كتير. تعال بقى اقول لك تستبدل اللي انت بتعمله ده بايه، ونبدأ مع بعض كده باول نقطة واحدة واحدة، وهي ان انت تبعد عنك الموبايل خالص. ابعد عنك الموبايل واي شاشة، كل الشاشات عموما عايزك تبعدها عنك قبل ما تنام. الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تستخدمها هي جهاز كندل، والجهاز ده يعني من اعظم الاجهزه اللي انا اشتريتها في حياتي. ولو انت مش متابع قناتي التانية بتاعت التكنولوجيا فروح تابعها، لان هينزل له مراجعه على القناه دي، هتلاقي القناه في الديسكربشن وهتلاقيها ظهرت لك دلوقتي على الشاشه. روح تابعها لو عايز تعرف اكتر عن الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها وتسهل عليك حياتك. يعني عندي قناه بتكلم فيها في التكنولوجيا والكمبيوتر والموبايل والحاجات اللي زي دي، يعني ممكن تكون انت عارف الموضوع ده، فلو مش عارفه روح بص عليها بصه. تعال نكمل مع بعض. يبقى احنا اتفقنا ان اول حاجه ان انت هتبعد عنك الشاشات وهتبعد عنك الموبايلات وهتبعد عنك كل الكلام ده. ده ليه؟ لسببين. الاولاني ان انت هتضيع وقتك وبالتالي هتسهر، واحنا اتفقنا ان السهر ده يعني اسوأ حاجه انت ممكن تعملها في حياتك. انت المفروض بكتيرك اخرك قوي الساعه 12 تكون نايم. السبب الثاني اللي عشانه بقول لك ما تستخدمش الشاشات وهو الضوء الازرق. الشاشات بتاعت الموبايلات والتابلت واللابتوب والحاجات اللي زي دي، هي الضوء الازرق اللي بيطلع منها هو بيفوق دماغك اصلا، هو بيفوق دماغك وفي نفس الوقت بيرهق عينك، وده بالتبعيه هيأثر على جوده نومك. يعني انت قايم المفروض ان انت نايم، بس انت هتقوم انت نفسك تكمل نوم. فاهتم بجوده النوم، وده يعني 90% منه، ال 10% في النقطه الاخيره، ولكن 90% منه متوقف على الموبايل والشاشات والحاجات دي. سيب اي حاجه انت ممكن تستخدمها يكون فيها شاشه قبل ما تنام بساعتين، يعني عايزك كده قبل ما تدخل سريرك بساعتين، نقول يا عم ساعه عشان الموضوع ما يكونش تقيل عليك في البدايه. قبل ما تنام بساعه اركن اي جهاز من الاجهزه دي على جنب. طيب في الساعه دي هتعمل ايه؟ ده اللي هنتكلم عنه في النقطه اللي بعد الجايه. النقطه اللي جايه بقى وهي ان انت تقلل الاضاءه قبل ما تنام بساعتين. يعني لو انت قاعد مولع نور الشقه كله، لا، ابتدي هدي الاضاءه قبل ما تنام بساعتين. ده عشان تهيئ دماغك ان هو خلاص احنا داخلين على ميعاد النوم، وخلاص كده احنا هننام. زي سبحان الله كده ما بيحصل في الطبيعه، انت بتلاقي ان وقت المغرب بتبتدي الشمس واحده واحده تهدى لحد ما الدنيا تكون ليل. او انت المفروض بعد المغرب دي انت المفروض تروح تنام، بس طبعا احنا ما بنعملش كده. فانا عايزك تحاكي اللي بيحصل في الطبيعه، يعني انت هتبتدي تقلل الضوء كده واحده واحده، بحيث ان انت تهيئ لدماغك ان والله ايه بتضحك عليه كده، والله ده وقت المغرب جه، اللي هو احنا خلاص قربنا ان احنا ندخل تنام. يبقى اول نقطه ان انت تبعد عنك الشاشات، تاني نقطه ان انت هتقلل الاضاءه، وتالت نقطه بقى اللي انت هتعملها في الساعه اللي قلنا عليها تركن فيها الموبايلات، وهو ان انت هتمسك كتاب او تمسك جهاز كندل. تمسك كتاب تقعد تقراه. عايز اقول لك ان انت تلقائي كده دماغك اول ما بتبتدي تقرا في كتاب انت بتبقى عايز تنام حتى لو لسه صاحي. يعني انت جرب كده تبقى يعني فايق ورايق والدنيا جميله وتقعد تذاكر مثلا، تحس ان النوم كبس عليك والدنيا يعني باظت خالص. ولا جرب امسك المصحف مثلا، هنا بقى الشيطان يجي لك، والله هي طلبت معايا ان انا انام دلوقتي. فجرب ان انت امسك كتاب قبل ما تنام كده بساعه واقعد اقرا فيه، انت هتلاقي نفسك نمت على الكتاب اساسا. رابع نقطة وهي إن أنت اهتم بتهوية الأوضة اللي هتنام فيها قبل ما تنام بحبة. بمعنى إن أنت قبل ما تنام عايزك تفتح شبابيك كده، تشغل مروحة، تشغل تكييف، أيا كان اللي أنت هتعمله، ولكن اهتم إن درجة حرارة الأوضة ما تكونش سخنة. كل ما كانت درجة حرارة الأوضة باردة كل ما ده خلاك تنام بعمق أكتر، وخلاك
يعني جودة نومك تكون أحسن. فاهتم إن الأوضة تكون متهوية وتكون درجة الحرارة يعني معتدلة مايلة للبرودة. النقطة اللي بعد كده وهي إن أنت تبعد عن الأكل التقيل أو الأكل عمومًا قبل النوم بساعتين، ويا سلام لو ب3. يعني أنت لو بعدت عن الأكل التقيل وخصوصًا لو أنت يعني واحد عنده مشاكل في الهضم وكده، فدي هتكون معاناة، يعني أنت حرفيًا مش هتعرف تنام. فابعد عن الأكل التقيل وابعد عن الأكل عمومًا قبل ما تنام بساعتين أو 3 ساعات. هتقول لي بس أنا باعمل ده وبانام عادي ما فيش مشكلة، هاقول لك المشكلة في جودة نومك، أنت مش فكرة إن والله أنا بانام أو ما بانامش، لأ، هي الفكرة أنت هتنام إزاي، وأنت نايم دماغك عامل إزاي، جسمك عامل إزاي، فأنت لازم تهتم بجودة النوم، جودة النوم أهم بكتير من عدد ساعات النوم، فحاول إن أنت تبعد عن الأكل قبل ما تنام بساعتين. نيجي بقى على النقطة اللي قبل الأخيرة، وهي إن أنت تعمل to do list لليوم اللي جاي، ولو أنت عايز تاخد الموضوع لlevel أعلى ممكن تكتب يعني المذكرات بتاعتك بتاعة اليوم ده، ممكن تكتب كده إيه، عارف اللي هو اليوميات بتاعتك. ولكن خلّينا نتكلم عن الto do list. لو تفتكر كده في الفيديو اللي قبل اللي فات إحنا اتكلمنا عن إن اليوم الكويس هو بيبدأ من ليلة اليوم اللي قبله، فأنت لو عايز يومك اللي جاي يكون كويس، عايز الدنيا تمشي زي ما أنت عايز، لازم تخطط لها من اليوم اللي قبله. فقبل ما تنام عوّد نفسك كده دايمًا إن أنت تعمل to do list، تكتب المهام اللي أنت هتعملها اليوم اللي بعده، بحيث إن أنت تبقى قايم عارف أنت هتعمل إيه، أنت مش سايب نفسك كده إيه، يعني بالبركة وزي ما تيجي، لأ أنت قايم عارف بالضبط أنت هتعمل إيه، فاكتب الto do list بتاعتك قبل ما تنام. وعايز أقول لك أصلًا إن حاجة زي كده هتحسّن من جودة نومك برضه، هتقول لي إزاي؟ هاقول لك ما أنت شِلت من على دماغك ضغط التفكير في اللي هتعمله تاني يوم، ده لو أنت حد مشغول يعني مش حد ما بيعملش حاجة. لو أنت حد مشغول ويعني عنده مهام كتير هيعملها في يومه اللي جاي، فكرة إن أنت تكتبها ده بيشيل من على دماغك الضغط ده، فيخلّيك تنام وأنت مرتاح، يخلّيك تنام من غير ما تقعد تفكّر كتير. يبقى إحنا كل الحاجات اللي اتكلّمنا عنها دي هي بتهتم بجودة نومك. طَب أنت لو حسّنت جودة نومك، أنت ممكن تبتدي تقلّل في عدد ساعات نومك لو أنت ما عندكش وقت، لو أنت عايز تقلّل عدد ساعات نومك، هتبتدي إن أنت تحسّن جودة نومك بالطرق اللي إحنا اتكلّمنا عليها، وفي طرق تانية زيادة ولكن أنا ما حبيتش أطوّل عليك في الفيديو ده، بس خلّي بالك موضوع إن أنت تقلّل ساعات النوم دي يعني ليها برضه تكنيك كده ممكن نبقى نتكلّم فيه في فيديو، فلو حابب إن إحنا نتكلّم على الموضوع ده اكتب لي في الكومنتات. بما إنك كمّلت معايا الفيديو للنقطة دي ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتعالَ أدّيك النقطة البونص وهي عن الكافيين أو القهوة، وخلّي بالك الكافيين مش في القهوة بس، يعني عندك بيبسي بقى، شاي، كاكاو، قهوة، نسكافيه، يعني اقعد شوف أنت بقى الحاجات اللي أنت بتشربها إذا كان فيها كافيين والّا لأ. الكافيين حاول إن أنت ما تشربوش قبل ميعاد نومك ب6 ساعات. هتقول لي بس أنا باشرب القهوة وأنام، هاقول لك دي قصة تانية ممكن نبقى نعمل لها فيديو مخصوص، ولكن ده هيأثّر على جودة نومك، أنت فعليًا بتنام بجسمك ولكن دماغك ما بتنامش. إزاي ده بيحصل وليه بيحصل والقصة دي ممكن نبقى نعمل لها فيديو برضه لو مهتم بحاجة زي كده سيبها لي في الكومنتات، ولكن اقطع الكافيين تمامًا قبل ما تنام ب6 ساعات. عوّد نفسك دايمًا ما تشربش أي حاجة فيها كافيين قبل ما تنام ب6 ساعات عشان جودة نومك تكون كويسة. جودة نومك لو بقت كويسة أنت هتقوم تاني يوم فايق، أنت جسمك هياخد استفادته فعلًا من النوم، أنت هتقوم مش مصدّع، هتقوم الدنيا معاك جميلة والدنيا زي الفل. أنا عايز أقول لك إن جودة نومك لو كويسة أنت ممكن بساعتين 3 تحس إنك نايم بقى لك 10 ساعات. فموضوع جودة النوم ده مهم جدًا وناس كتير أوي ما بتاخدش بالها منه. اهتم بالموضوع ده وعايزك تكتب لي في الكومنتات برضه إيه النقط اللي أنت ما كنتش بتعملها أو إيه النقطة اللي أنت شايفها فعلًا مؤثرة. عايزك تكتب لي ده في الكومنتات، مهتم إن أنا أسمع رأيك، ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.